الشباب فيها مليونيرات واليورو في ايد الناس زي الجنيه وبيتكلموا ايطالي احسن من الايطاليين نفسهم وبلدهم بقت حتة من اوروبا. قرية مصرية بسيطة بس اول ما تدخلها هتحس انك في ايطاليا مش في الدقهلية. فيلا المبنية على الطراز الايطالي ومحلات باسماء ايطالية وطقوس الجواز عندهم مش موجودة في حتة تانية خالص. يا ترى إيه حكاية القرية دي وليه بقت معروفة باسم القرية الايطالية وايه السر اللي خلى شبابها يبقوا مليونيرات؟ كل ده واكتر هنعرفه في الفيديو ده، خليكم معانا. ميت كارما قرية في محافظة الدقهلية. القرية دي رغم انها مصرية 100% لكن اول ما تدخلها مش هتحس انك مش في مصر اصلا. هتلاقي الفلل والمباني والمحلات مبنية على الطراز الاوروبي وخصوصا الطراز الايطالي. حتى اسم القرية بقى ناس كتير بقت بتسميها القرية الايطالية، وده علشان عدد كبير جدا من شباب القرية سافروا ايطاليا تقريبا. وده عشان عدد كبير جدا من شباب القرية سافروا ايطاليا تقريبا كده 90% من شباب القرية هاجروا بره مصر، وده على حسب موقع صوت الامة. في ناس فيهم سافرت بشكل رسمي وناس تانية سافروا بشكل غير شرعي، بس النتيجة في الآخر كانت واحدة، رجعوا بفلوس كتير غيرت شكل القرية بالكامل. بس إيه اللي يخلي كل شباب القرية دي تهاجر لإيطاليا؟ الحكاية بدأت تقريبا من حوالي سنة 2000 لما سافر عدد كبير من شباب القرية لإيطاليا علشان بيدوروا على الشغل، وفعلا لقوا شغل وبقوا يبعتوا لأهلهم وأصحابهم لحد ما معظم شباب القرية بقوا هناك. الشباب دول اشتغلوا هناك سنين طويلة ورجعوا بعدها بلدهم ومعاهم فلوس كتير. الفلوس دي خلتهم يبنوا بيوت كبيرة ويشتروا أراضي ويفتحوا مشاريع وشركات صرافة. ومع الوقت بقى اليورو موجود في القرية بشكل طبيعي جدا، يعني ممكن تلاقي الناس بتتعامل باليورو زي ما بتتعامل بالجنيه. ده غير ان شركات الصرافة بقت موجودة في ميت الكرمة بشكل كبير جدا علشان تحويل اليورو للجنيه المصري. وفي القرية محلات كتيرة جدا اسمها ايطالي وناس كتير بتتكلم ايطالي كأنها لغتهم التانية. بس مع كل الفلوس دي القرية بقى فيها نوعين من الناس. النوع الاول ناس سافرت واشتغلت ورجعت بفلوس كتير وبقوا معروفين باسم الايطاليين الجدد، والنوع التاني ناس ما سافرتش وفضلت عايشة حياتها طبيعية في القرية، ودي الطبقة اللي لسه بتحلم بالسفر والهجرة. ومن كتر حب الشباب لإيطاليا بقى العلم الإيطالي مرسوم على محلات كتير وعلى موتوسيكلات الشباب وعلى جدران البيوت، وكأن إيطاليا بقت حلم كبير لكل شاب في القرية. لكن أغرب حاجة في ميت الكرمة هي الأفراح. عرسان كتير بيكونوا شغالين في إيطاليا ومش قادرين يرجعوا وقت الفرح، ومع ذلك الفرح لازم يتم، فأهل العريس والعروسة بيعملوا الفرح عادي جدا والكوشة بتتجهز والعروسة بتقعد مكانها والكرسي اللي جنبها بيتحط عليه صورة العريس، يعني العريس بيحضر الفرح بصورته بس، لكن هو في الحقيقة موجود في إيطاليا بيشتغل عشان يبني حياته ومستقبله، وده على حسب موقع فيتو. والغريب كمان إن شباب القرية رغم عيشتهم في إيطاليا سنين طويلة لما يفكروا يتجوزوا بيفضلوا بنات بلدهم. الأهل بيبعتوا صورة العروسة للعريس على الإنترنت، ولو وافق أهل العريس بيتقدموا نيابة عنه ويتم الاتفاق على الجواز. وبسبب الفلوس اللي بقت موجودة في القرية بقت تكاليف الجواز عالية جدا. العريس لازم يفرش الشقة بأفخم الأساس ويكون قادر يجهز كل حاجة على مستوى عالي. الغريب بقى في الموضوع إن اسم القرية نفسه ليه حكاية. زمان كان اسمها ميت الغرقة، بس بعد 67 سنة لما كتير من أهل مدن القناة اضطروا يسيبوا بيوتهم ويهاجروا لمدن تانية، كانت القرية من أوائل القرى اللي استقبلتهم ووقفت جنبهم، وده على حسب موقع صدى البلد. وقتها صدر قرار بتغيير اسمها إلى ميت الكرامة تقديرا لكرم أهلها. دلوقتي ميت الكرمة دي بقت واحدة من أغرب القرى في مصر. يلا شاركونا في التعليقات وقول لنا رحت ميت الكرمة قبل كده ولا لا.